معلومة هامة أنا يعني تذكرتها لسه من النهاردة الصبح بعد ما صحيت كده. تذكرت معلومة إحنا كنا خدناها في دراستنا بالنسبة للدراسة بتاعتنا في وسائل العلاج الفيزيائي أو العلاج الطبيعي. من أهم الوسائل اللي إحنا درسناها يا جماعة اللي هي الأشعة فوق البنفسجية. الأشعة فوق البنفسجية. مشكلتنا في مصر ان استعمالها قليل ومحدود في الطب. مشكلتنا ان احنا في مصر مشكلتنا في مصر كانت ان احنا كنا مهملين اهمية الاشعة فوق البنفسجية دي، برغم ان ليها تأثير تعقيم غير عادي، تأثير تعقيم هائل التأثير. يعني بدون يعني من ندخل في تفاصيل عميقة، ولكن الأشعة يكفي أن أقول لك أن الأشعة فوق البنفسجية مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا بكل أنواعها ومضادة للطفيليات بكل أشكالها، ولابد أن احنا نستفيد من هذه الأشعة فوق البنفسجية بكل طريق أو بكل شكل. هتسألني هتقول لي طب الأشعة فوق البنفسجية أنا هروح الصيدلية أقول له اديني 2 كيلو بنفسجية ولا هروح للبقال؟ أقول لك لأ. الأشعة فوق البنفسجية ببساطة شديدة وهي فترة بداية شروق الشمس، أول ما الشمس تشرق هي الأشعة فوق البنفسجية دي. طب بتبقى في فترة تاني؟ أيوة في فترة تانية، فترة الغروب نص ساعة قبل المغرب دي أشعة فوق البنفسجية. طب أنا ممكن أستفيد منها إزاي؟ عرض الجسم بتاعك كله لهذه الأشعة لأن لها تأثير غير طبيعي. اولا ومن ضمن تاثيراتها انها بتحول 7 دي هيدروكسترول تحت الجلد، يعني ماده كيميائيه كده او انزيم معين، الى فيتامين د، يعني مهمه جدا كمان للايه، لبناء العظام في الاطفال خصوصا وايضا في الكبار، ولها تاثير تعقيم لا مثيل له. عرض نفسك اول نص ساعه في شروق الشمس، بص للساعه الشروق امتى، اظبط منبهك، اصحى اقعد في الشمس، اطلع على السطوح ماشي، اقعد قدام البيت تحت ماشي على العمارة، اقعد في حتة فاضية ماشي، بحيث ان الاشياء استفيد بالفترة دي. بتنتهي هي تقريبا الساعة 9. يعني انت حبيت تبتدي مثلا هتقعد الفترة كلها، ابتدي من الفترة من كده لحد الساعة 9. وشكرا لكم.